من تيمو. هذا طحانة، واحد من يشتري فرقنا بطحانة زينة. كنت اشتريها من هاي الرخيصة ما تطحن عدل، بس هذه قوية ما شاء الله. هذا قبق مالتها، شوف الطحن مالتها. هاي كبابة، اسمها كبابة، مو فلفل اسود، كبابة. هسه خليت القبق عليها، بعدين ننزل هذا عليها. أول مرة نشوفه، هذا ندخلها. اللي يشيلها هذا خليته منه. هذا اثنين، هذا بعدين تشغل ما لها نقطة. من الشغل رأسا تطحن. افتحها وشوف. طبعا عالية ما تشوف. ما شاء الله. الطحن مالتها نجيب ملعقة. الإضاءة مو زينة، وإذا أريد لازم بعد شنو أفتحها مرة ثانية، أخلطها أزيد. نشوفها بإيدي شوية بيها خشونة شوية. أنا أريده ناعم، بعد راح أسوي اللي الطحن مالتي. شوفوا من أضغطها قاعد يعلى الصوت. بس نشوفه. طبعا الإضاءة ما زينة عندي، تظلم، بس زين. وإذا تردون بعد أكثر تسووها أكثر، بس زين. أوريكم إياها علي. هذي تعكس ستيل ألمنيوم. الضوء، وهذا نقطة التشغيل، هذه نقطة التشغيل، وهذا القبض. بس رفعت وتخلين هذا عليه. هذا وقع شوية من القبض. من تفتحونها نكتون على هذا، ما تنكتونه وبعدين تفتحونها تنزلونه من الأرض. أنصحكم بها. هاي الطحانة قوية جدا، أنا شفتها من زمان عند أسامة القصار، اشتراها من زمان مشتريها، وهسه لقيتها بالتيمو، تطبيق تيمو، واشتريتها. وولتيتها عالية، سرعتها شوفوا. واحد الأفضل يشتري له فرد نوب زينة. أنا عانيت من الطحانات، مو هالقد يطحنها، خلنا نبي خشونة.
وهذه مكتوبة إنه يطحن الرز والحنطة، كل شي يطحن. الرز إذا واحد يريد يسوي خبز الرز سميه سياح، كلش حلو، أحسن ما نجيبه من برا. كنت أجيب الطحين بيه شوية مرورة، خاصة الأسمر، أكو طحين أسمر بيه شوية مرورة. بس هذا من الطحنينة بإيدك، تجيبين تمن عنبر بسمتي أي شي، والطحنينة كلش حلو يطلع فريش. هذا مو إعلان، بس قلت أفيد النساء وحتى الرجال اللي يطبخون، إن رجال شيفات يطبخون، أنصح بيها بشدة، وليس إعلان، ما عندي إعلانات ولا شي. شكرا لتفاعلكم، لا تنسونا باللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو للإفادة. شكرا جزيلا لكم ولتفاعلكم.